السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. اعذروني يا حبايبي، والله اصلا انا مش قادرة اتكلم عشان زي ما انتم سامعين كده صوتي مش واضح من البرد. بس طبعا ما ينفعش ما نصورش فيديوهات وما نشوفش كومنتاتكم الجميلة. ربنا ما يحرمنا منكم ابدا يا احلى مشاهدين في الدنيا، ولا من كومنتاتكم اللي بتخلينا ان احنا نستمر وننزل فيديوهات. النهاردة هنعمل مع بعض السمك البلطي او المشط زي ما انتم بتسموه. زي ما انتم شايفين كده نضفنا السمكة كويس وشلنا من عليها اللي هو القشر البياض اللي بيبقى عليها من بره، ده لازم تحكيه جامد وتنضفيها كويس زي ما انت شفت كده. طبعا يا حبايبي اهم حاجة لازم نظافة السمك، ونغسله بالليمون كويس جدا عشان الزفارة. ده طبعا قبل ما نعمله التتبيلة او الخلطة بتاعة التتبيلة بتاعتنا. يلا يا حلوين نذكر الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من يوميات ام كريم، عشان اللي جاي احلى ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما نضفنا السمك كويس بالشكل ده، معايا الخلطة اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن توم ومعلقة كمون ومعلقة ملح، والشطة طبعا اختياري، وقرن فلفل، ومعايا حزمة من الكزبرة او الشبت. طبعا السمك بيفضل يكون شبت بيخلي طعمه جميل جدا. ومعايا عصرة ليمونتين عصرهم كويس كده ونزلت بيهم على التوم، وهفرم كل الكلام ده ناعم. وبعدين هنحشي السمك شايفينه ده. النهاردة يا حلوين هنعمل السمك بطريقة مختلفة تماما عن الطرق اللي احنا كنا بنقليه بيها قبل كده. يعني هتعملي ايه يا ام كريم النهاردة؟ هقول لكم يا حبايبي، احنا النهاردة مش هنتبل السمك بالدقيق خالص. كملي معايا الفيديو للاخر هتشوفي هنتبل السمك بايه النهاردة، والنتيجة بتاعته كانت تحفة وكانت قرمشة وجمال مفيش بعد كده. دلوقتي بعد ما حشينا السمك بالتتبيلة زي ما انتم شايفين كده، هنسيبه بقى ايه في التتبيلة. المفروض ان ساعتين 3 قبل ما تقليه عشان يلحق يتبل من الملح والبهارات الجميلة والثوم اللي احنا حطيناها، ويبقى طعمه كده ايه مختلف ومميز وجميل وتكليه بألف هنا. فانا هحطه على رف التلاجة 3-4 ساعات كده على ما يجي وقت الغدا وهبتدي اقليه. وعملنا جنب الرز الجميل ده النهاردة عملنا ايه؟ عملنا رز محمر حبة وحبة. طبعا كان يفضل نعمل رز صيادية، بس بصراحة يعني زي ما انتم شايفين كده الإضاءة في المطبخ مش اللي هي يعني اللمبة بايظة، فان شاء الله نصلحها وايه ونعمل كل جديد مع بعض ان شاء الله. فعملنا رز محمر حبة وحبة، بنحمر نص الكمية والنص التاني بننزل بيه على الرز، ومعلقة من الملح. وطبعا بتكوني مشغلة الكتل بتنزلي بالمية المغلية على الرز عشان تنجزي في الوقت، وبيستوي معاكي في ربع ساعة وأقل من ربع ساعة. والله لازم تكون المية مغلية عشان تاخدي أفضل رز محمر حبة وحبة، ما بيكونش معاكي معجن وبيكون مفلفل وجميل ما شاء الله. طبعا يا حبايبي لازم بعد ما الرز يتشرب من المية تهدي عليه النار عشان يستوي على نار هادية. افضل واحسن اكل اللي هو ايه؟ اللي هو بيتسوى على نار هادية بيبقى طعمه جميل جدا، ما بتكونيش معلية عليه النار، بيستوي كده ايه براحته. فاحنا دلوقتي ايه غطيناه، وهنروح نتبل السمك الجميل بتاعنا النهاردة. والمفاجأة اللي في الفيديو ان انا هتبل السمك بايه يا ام كريم؟ هنتبله بفيجيتار النهاردة ناعم وخشن زي ما انتم شايفين كده. بصراحة هي فكرة هفت كده ايه على بالي ان انا اغير الدقيق واعمله بالفيجيتار، بس طلع طعمه تحفة ما بيشربش معاكي زيت.
بيبقى لونه كده ايه ذهبي كده وجميل وتغيير. طبعا كلنا عارفين ايه ان احنا لازم نغير الطرق التقليدية اللي احنا شغالين بيها، فان انتي تغيري ده كويس. وهنا الرز اتشرب معانا اهو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لحضراتكم هنسيبه طبعا على نار هادية يكمل سواه. بعد ما اتشرب معانا بالشكل ده بقلبه تقليبة كده بسيطة، وبروح جاية ايه مهدية عليه النار واسيبه بقى مع نفسه 10 دقايق 5 دقايق بيكون استوى. وهنا الطاسة على النار فيها الزيت متوسط الحرارة طبعا عشان ما تحرقيش السمكة اول ما تحطيها وتكون لسه نية من جوه مستوتش، يبقى هتنزليه في زيت متوسط الحرارة. وهنا يا حبايبي نقلب السمكة على الجنب التاني بعد ما اتحمرت. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ اللهم بارك. شايفين؟ ولا اجمل ولا اروع من كده ما شاء الله، لون كريسبي تحفة. ودي اكلتنا بعد ما قدمناها. شايفين ما شاء الله؟ ايه رأيكم؟ بصراحة كده الاكل يفتح النفس. بألف هنا وشفا لكل اللي اكلوا طبعا. وعملنا طبق السلطة الجميل ده. سلطتنا طبعا لازم تكون طماطم وخيار وفلفل وجزر وشبت وكزبرة وبقدونس وشطة وليمون وكمون. واهم حاجة طبعا البصل على السلطة مفيد جدا. وده الرز الجميل المفلفل حبة وحبة. ما شاء الله شكل الاكل تحفة بصراحة ويفتح النفس. طبعا السمك زي ما حضراتكم شايفين كده مشط، وسمك تاني تونة. انا ما صورتوش وانا بنضفه عشان طبعا الاولاد في اللي بياكل تونة وفي اللي بياكل مشط، فاحنا ايه لازم طبعا نعمل لهم كل اللي هم عايزينه. ما شاء الله. يلا يا حلوين لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين عشان القناة تكبر ان شاء الله. يعني طبعا يعني مفيش احسن من كده، فان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا اللهم امين. ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، مستنية كومنتاتكم الجميلة وبرد على كل الكومنتات عشان طبعا بتسعدني وتفرح قلبي بأحلى جمهور وأحلى مشاهدين في الدنيا وأحلى اخوات. ربنا يا رب ما يحرمنا منكم أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.